واليوم جاء الدور على الفقيه ديال الزواج او فقيه تيك توك اللي شوه الزواج وشوه بالفقهاء وشوه بالاسره المغربيه وشوه حتى بهذوك الناس اللي تيطلعوا معاه، وللاسف عنده اقبال كبير وعنده داعمين بزاف بالرغم انه كيرتكب جرائم في حق المجتمع. فعلا، كنا شفنا هذا التدخل ديال هذا الشخص اللي كيدعي انه فقيه، وما عجبناش الحال، لانه ملي كيكون واحد الفقيه راه كيكون في واحد المكان موقر، وانه خاصو مثلا الا كان غيجي يستشر مع شي واحد تعطيه في حدود ما هو مسطر في القانون ديال مدونه الاسره، وانه ماشي مكان للتفليه او لواحد المسائل هزيله ولا هذه. اذا خاص الواحد يهضر في واحد الجديه، فهذا كنتحول من بحال ان سيت ديال الالتقاء او طلب ديال الزواج. وحنا في التقاليد ديالنا والعادات ديالنا والاعراف ديالنا ما تنعرضوش النساء للزواج او لا، هذه راه المراه عندها واحد المكانه ديالها، واحد